بيطلع يجري وراه بالعربية لحد ما بيوقفوه، وهنا بيلاقوه شخص عادي ومعاه مراته وبنته، فبيعتذر له دونج وبياخد تشون وبيروحوا على اسم الشرطة. ولما بيعرف الضابط بشنطة الفلوس بينادي على زميله المحقق كانج، واول ما بيعرف كانج انه استلم فلوس من الخاطف بيفتكروا باع مراته مقابل الفلوس، لكن دونج بيأكد له انه ما عملش كده وبيبدأ يشرح له كل اللي حصل من الاول. فبيفهم كانج ان بمجرد استلام الفلوس من الخاطف وقعت قضية مكافحة الاتجار بالبشر، وبيعرف كانج انهم هياخدوا الفلوس علشان يرفعوا من عليها البصمات يمكن يوصلوا للخاطف. فبيوافق دونج وبيسلمهم الفلوس وبيتضايق تشون من تصرفه. تاني يوم بيرجع دونج على بيته وبيقف يدور في الشارع على اي دليل يوصله لمراته، وبيفتكر وقتها الكاميرات اللي موجودة في العربيات، فبيطلع على الاسم مرة تانية وبيلفت انتباه الضابط. وقتها بيعرفوا الضابط ان هو متأكدوا من كل الكاميرات وما يقدروش يوصلوا لأي نتيجة. فبيبقى دونج متعصب عشان عدى يومين ولسه مفيش اي جديد، فبيطمنوا الضابط وبيعرفوا انه بلغ كل اقسام الشرطه اللي حواليهم عشان يدوروا معاه، وبيسيبوا دونج وبيمشي. وهنا بيلاحظ صور بنات كتير موجوده على لوحه المخطوفين من سنين ولسه ما رجعوش. وقتها بيتاكد انه لو فضل ماشي ورا الشرطه مش هيوصل لاي نتيجه، فبيرجع على بيته وبيتصل على تشون عشان يدور له على اي محقق بالفلوس يدور له على مراته. ووقتها بيعرفوا تشون انهم محتاجين فلوس عشان يقدروا يعينوا اي محقق، وبيلوم عليه عشان سلم شنطة الفلوس للشرطة. فبيتعصب دونج وبسرعة بيغير هدومه وبيروح لزعيم المنطقة اللي واخد منه فلوسه بالقوة، وبيدخل عليه وعينه كلها غضب وبيطلب منه الأول فلوسه بالأدب. ولما بيرفض وبيهدده برجالته بيتجنن دونج وبيبدأ يهجم على رجالته واحد ورا التاني يكسرهم من الضرب لحد ما بيوصل لآخر واحد فيهم وبيلاقيه خايف من غير ما يلمسه، فبيضطر زعيم المنطقة يرجع له فلوسه. بعدها بياخد دونج صاحبه وبيروحوا للمحقق اللي هيساعدهم واسمه يونج، واول ما بيقابلوه بيسالوا تشون يعرف مكان العصابات اللي بتهرب الناس ولا لا، فبيعرفه يونج انه يعرف ناس كتير منهم وكلهم اصحابه. ولما بيسالوا دونج عن مكانهم فبيطلب يونج منه يقعدوا لحد ما يغير هدوم. بعدها بيرجع لهم وبيعرفوا انه ممكن مراته هي اللي تكون بعتت له الفلوس علشان يطلقها، لكن تشون بيتعصب عليه وبيعرفوا انهم متاكدين انه اختطاف. وقتها بيتضايق دونج من كلامه وبيبقى عاوز يمشي، لكن تشون بيهديه وبيعرفه ان ده اشطر من محققين الشرطه ولازم يستحملوه. فبياخد من ايده الفلوس وبيقرب من هيونج يديها له وبيترجاه يرجع لهم جيسو بسرعه. وهنا بتبقى المفاجاه لما بيمدلوا تشون على نسبه 5% من مشروعه وبيوعدوا يبعت له ارباحه كل شهور لو قدر يرجع لهم جيسو. فبيستغرب هيونج من تضحيه تشون عشان يلاقي مرات صاحبه، فبيضطر انه يوافق يساعدهم في التدوير عليها. وبيبدا هيونج يراجع الكاميرات اللي موجوده قدام المطعم والبيت كويس، وبيقدر وقتها يعرف رقم العربيه اللي ركب فيها الخاطف. تاني يوم بيروح يتنكر هيونج في شخصيه ضابط شرطه وبيروح على المرور عشان يقدر يشوف سجلات العربيات،